السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. تحية من القلب ومن قلب مصر الحرة النابضة بأبنائها الأشراف الأحرار إلى قافلة الصمود التي قطعت تلك المسافات لإثبات أن ما زال في العرب أحياء، أن ما زال ما يجري في العروق دماء. تحية منا خالصة من أحرار مصر. ولكن القافلة دي جت عشان تشهد أو توقف الحصار اللي معمول على غزة، لكن أنا أؤكد إن هي جت عشان تشهد ما يعاني منه الشعب المصري والحصار اللي على مصر. إحنا ما كناش منتظرين القوافل، إحنا لو نقدر باستطاعتنا لكنا كسرنا الحدود وكنا رحنا لإخواننا وأنقذناهم بالمال والدم والعتاد وكل ما نملك، سواء نملك أو أفجر واحد فيك يا مصر من الأشراف طبعا بس فقط لا غير اللي كان هيعمل الحكاية دي. لكن للأسف إحنا وجعنا في حاكم ظالم مستبد، حاكم فاسد ظالم ديكتاتور بكل ما أوتي من قوة بيحارب الدين الإسلامي وبيحارب غزة وبيحارب فلسطين، ومش مكسوف طلع بيقول الحدود المصرية واختراق الحدود المصرية والسيادة المصرية، مع إن الوفد اللي جاي مؤكد إن هم واخدين تصاريح من السفارة المصرية في تونس، معرفش ولا في المغرب، وكان قدامه فرصة ومرة ويوم واتنين إن هو يطلع القرار دواتي، كان قدامه يوم واتنين ويطلع قرار ويقول لا الموضوع ممنوع وهجهزوا تصريح. طيب الناس اللي جت عن طريق الجو امبارح، الناس اللي اعتقلوا 3 محامين المغاربه ما اعرفش الجزائريين، والنهارده لسه في بعض الوفود جت من الدول الاوروبيه. طبعا كنا سمعنا فيديو الاستاذ ما اعرفش اسمه وائل ايه اللي هو الاصلع شويه ده، راجل عايش بره، بيقول احنا في مصر وان في قافله جايه عن طريق المطار كلهم اوروبيين. طبعا هو السيسي مش هيقدر يمنعهم على اساس بيقدر على العرب، يعني لا السيسي مجرم يقدر على اي حد ويمنع اي حد، زي ما جت الرجيني كده وبحجه ان هو ما اعرفش شاذ وبحجه ان هو ما اعرفش اتعرض لجات له عمليه نصب في مصر، والموضوع كله ممنهج. السيسي هيطلع اي حجه، على راي واحد شفته في التعليق بيقول لو القافله دي جاي فيها يا رسول الله السيسي هيطلع لها حجه ان هو يمنعها. فمتوقع يا جماعه انه هيمنع اللي عمل كده في شعبه وجات الشعب وجهر شعبه 13 سنه، متوقعين ان هو هيرضى؟ ده هو بيأمن نفسه فعلا، يعني فعلا اللي قال فعلا اليهود اخواله، فعلا اليهود اخواله فعلا، اللي مفيش اي مبرر ان هو يمنع القافله. خد يا سيدي لو داخلين بمساعدات، وقفوا مع الحدود ودخل انت المساعدات، لكن انت ما تتجرأش وما عندكش جراءه اساسا. احنا عاملين زي ايه؟ زي العروسه اللي مسافره لجوزها بره، القافله دي بالظبط زي العروسه اللي مسافره لعريسها بره، وللاسف اول ما نزلت المطار لقي جوزها لا مؤاخذه بين قوسين كده جاي، مش عايزه اقول باللهجه المصريه انتوا عارفين معناها ايه. دي اخره القافله هتقف عند مصر مع احترامي كل الشعب المصري، فجيلهم قبل الغني فيهم. بنتكلم على حكومات ورؤساء عرر. كنتوا منتظرين ايه؟ منتظرين كنتوا هتمشوا المسافه دي كلها ويفتح له مكان؟ هو طب ما احنا الحدود بيننا وبينهم. المساعدات دي حاجه انسانيه، دي حياه انسانيه، القوانين الدوليه بتنص عليها، يعني مفيش اي عقوبه على مصر اللي تدخل مساعدات. ما كناش منتظرين لاي قوافل تيجي. انتوا صدقتوا ان السيسي هيفتح لكم الحدود؟ السيسي يفتح الحدود لمصر يدخلوا اليهود في طابه، بيصيفوا في طابه ويقولوا دي بلدنا وهناخدها في يوم من الايام ونيجي ناخدها في اي لحظه. فانا بقدم خالص اعتذاري للناس اللي في القافله، وبقدم اعتذار لنفسي وللشعب المصري والاخوه الفلسطينيين ان احنا ما باليد حيله. ما بحبطش حد والله يا جماعه، ما بحبطش حد، بس بعرفكم ان احنا في ايه. انتوا جايين تشهدوا على واقع مرير الشعب المصري ولا عايشه. غزه محتله من اسرائيل واحنا محتلين من عبد الفتاح السيسي، احنا اللي محتلين. اي حد هيفكر يطلع يروح ناحيه سينا كده حتى لو رايح مصيف في طابه ولا في اي حته قريبه منها هيتمنع. اي اجنبي سواء اوروبي او عربي هيدخل عن طريق المطار، عن طريق البر، عن طريق البحر. اسرائيل منعت المركبه مادلين، وعبد الفتاح السيسي هيوقف القافله كده، تمنع اصلا من دخول حدود مصر اساسا، مش من رفح، مش من رفح، ده من حدود مصر اساسا، هتتمنع من بره. فاحنا اللي عايزين المساعده، واحنا اللي عايزين الدعاء. احنا اللي في احتلال، احنا في احتلال يا جماعه، احنا في احتلال. وشكرا لحسن استماعكم.